السلام عليكم. اهلا بيكم في الحلقه الاخيره من سلسله حرص من الهاكرز من سايبر سيكيورتي وورلد. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن اهم مبادئ السايبر سيكيورتي، واتكلمنا على كل دومين من السايبر سيكيورتي دومينز، من اول الايدنتيتي اند اكسس مانجمنت، الاند بوينت سيكيورتي، نتورك سيكيورتي، الابلكيشن سيكيورتي، لحد الداتا سيكيورتي. ولو تفتكروا في الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الديتكشن، واتكلمنا عن المعادله دي: security بتساوي protection زائد detection زائد الريسبونس. وقلنا ان الدومينز دي من اول الايدنتيتي اكسس مانجمنت لحد الداتا سيكيورتي معظمها بيتكلم ازاي نبروتكت ونبريفنت اي اتاك بيحصل عندنا على كل سايبر سيكيورتي دومينز من الدومينز دول. والحلقه اللي فاتت ركزنا اكتر على الديتكشن، والنهارده ان شاء الله هنركز على اخر جزء في المعادله وهو الريسبونس. يلا بينا على طول على اللايف بورد عشان نشوف الكلام ده بيقول. خلونا نبدا بالبيزكس. فاكرين الاتاك تايم لاين اللي اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت في الديتكشن؟ في اول ما بيحصل الاتاكر بيبدا يعمل ريكوننسنس ويبدا يدور على ثغرات ونقط ضعف عندك في الانفراستراكشر وازاي يدخل لك. بعد كده الاتاك نفسه تمام بيحصل في النقطه دي، ومن هنا تبدا المصايب، لان بين الوقت اللي حصل فيه الاتاك والوقت اللي حضرتك تقدر تبقى اوير وتفوق وتعرف ان في اتاك، التايم ده اسمه الام تي تي اي او المين تايم تو ايدنتيفاي، وده بيوصل تقريبا سعادتك ل 200 يوم. وده اللي احنا اتكلمنا عليه في حلقه الديتكشن المره اللي فاتت. بعد كده هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الجزء بتاع المين تايم تو كونتين، تمام؟ وده الجزء الخاص بالريسبونس. ده الوقت اللي احنا محتاجينه عشان من اول ما نعرف ان في اتاك حصل لحد ما نسيطر على المصيبه دي ونحلها ونرجع للنورمال اوبريشن. ده في المتوسط تقريبا بيوصل ل 70 يوم. تمام؟ فاحنا داخلين هنا كده ايه في سنه. في الاتاك تايم، تمام، في الاتاك تايم لاين في الجزء ده، تمام، في الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا ازاي نقلل المين تايم تو ايدنتيفاي، تمام، ان احنا نرجع بالزمن لورا شويه ونقدر نايدنتيفاي او ديتكت او نبقى اوير اسرع ان في اتاك حصل عندنا. وده كان عن طريق الثريت هانتنج، وده اتكلمنا عنه بالتفاصيل الحلقه اللي فاتت. في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم ازاي نقلل المين تايم تو كونتين. لو تفتكروا اتكلمنا عن السوك اورجانيزيشن، تمام، وقلنا ان مسؤولين عن الديتكشن والريسبونس، وهم شويه اكسبرتس مسؤولين عن المونيتورنج، عن جزء المونيتورنج والديتكشن والريسبونس، تمام. تراديشنالي، تمام، ده في جزء الانسيدنت ريسبونس ده كان بيتعمل مانيوالي، وده جزء مهم اننا نقلل التكلفه بتاعت اي بريتش، ان يبقى عندنا انسيدنت ريسبونس بلان قويه. زمان الانسيدنت ريسبونس بلان دي او انسيدنت ريسبونس كانت مانيوال بروسيس. كانت ايه؟ كانت مانيوال بروسيس بتعتمد اساسا على الهيومن فاكتور اللي هم الاكسبرتس بتوعنا والتكنيكال نوليدج اللي عندهم، ومن ضمن المهام بتاعتهم هي الترياج. طيب يعني ايه ترياج؟ الترياج يعني اللي هم بالاخر بيحددوا فيها الالارمز اللي جايه ليهم دي هي فعلا انسيدنس حقيقيه وده اتاك ولا فيستك، تمام؟ ولو هو اتاك فعلا هل هو كبير، تمام ولا في الخفيف منه؟ ونبدا على اساس كده نرتب الانسيدنس دي حسب الاهميه والخطوره عشان الريسبونس ليهم حسب الاهميه. بعد كده نبدا مرحله الريميديشن، وهنا بنبدا الفيكس بتاعنا.
نحل المشاكل اللي عندنا حسب نوع الانسيدنس، ونحاول نرجع للنورمال اوبريشن. الجديد منه بقى في الانسيدنت ريسبونس وهو السور Security Orchestration Automation and Response. من اسمه كده نقدر نعرف ان هو بيعمل حاجتين مهمين، تمام، اللي اتكلمنا عليهم بسرعه لو تفتكروا في حلقه الداتا سيكيورتي، وهما الاوتوميشن والاوركستريشن، وهنتكلم عليهم النهارده بالتفصيل كمان شويه ان شاء الله. وفكره السور اللي احنا نحاول نعمل اللي كان بيتعمل بالطريقه المانيوال في الانسيدنت ريسبونس على قد ما نقدر اوتوماتيكلي عشان نقلل المين تايم تو كونتين. بعد ما اتكلمنا على البيزكس، تمام، الريسبونس، تعال نتكلم على الكيسز والانفستيجيشنز. خلينا نمشي من الاول كده. اول ما يبقى عندنا اتاك، على امل ان شاء الله ان الاتاك ده يجنريت الارم او انسيدنت، تمام. فلان احنا بنبدا نجمع من كل دومين من الدومينز اللي من السايبر سيكيورتي دومينز، بنجمعهم عندنا على المونيتورنج ايفنت بتاعنا، تمام، عشان نقدر نديتكت، وعلى اساسه على امل ان احنا نقدر ناخد ريسبونس على الديتكشن بتاعنا ده. طيب خلينا نبدا من اول الستيب بتاعه الاتاك. فلنفترض الاتاك ده هنا حصل، تمام، والاتاك ده هيبدا هنا يجنريت الارمز، تمام، او انسيدنتس على السين بتاعنا، على السين سوليوشن. وممكن السين ده يكون بيبعت الانفو كمان في الاكس دي ار زي ما شرحنا في الحلقه اللي فاتت، تمام. اول ما السين يتاكد ان احنا عندنا منكش، هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يكريت كيس. فاول ما السيم يجي له الارم ان في اتاك، تمام، او الاكس دي ار، تمام، ويحسوا ان في منكش، هيبداوا ايه؟ اوتوماتيكلي هيفتحوا كيس على مين؟ ايوه، على سور سيستم بتاعنا. وجزء من الفانكشن بتاعه السور وهي الكيس مانجمنت، تمام. فانا اول خطوه انا عملت ايه؟ عملت كريت للتيكت او كريت للكيس، تمام. تاني فانكشن من الفانكشن بتاعت السور وهي الكيس مانجمنت. والكيس مانجمنت تقدر تعمل فيها كذا حاجه. فاول حاجه تقدر تموديفاي الكيس دي، تمام، من على السور سيستم، او تاساين الكيس دي لسيرتن سايبر سيكيورتي اناليست او ادمن معين، هو ده اللي هتاساين له الكيس عشان يبدا الانفستيجيشنز بتاعته. ومن ضمن ان الحاجات اللي الراجل ده بيعملها ان هو بيبص على الكيس، تمام، ويشوف الارتفاكتس اللي محطوطه من السين والاكس دي ار. لان خلي بالك السين والاكس دي ار الاثنين بيجمعوا حاجتين مهمين اللي هي الارتفاكتس، وهم بيجنريتوا اوتوماتيك تيكتس بيعملوا لها ايه؟ انسرت كيس عشان الراجل ده يبدا يبص عليها. طب هي ايه الارتفاكتس دي؟ الارتفاكتس دي بتبقى اتاتش في الكيس اللي بتتفتح على السور سيستم، وبيبقى من ضمنها حاجات زي الانديكيتور اوف كومبرومايز، او معلومات تساعد الاناليست ده ان هو ينفستيجيت الايشيو بتاعته ويبدا يوصل لحل بطريقه اسرع. كمان من ضمن الفانكشنز اللي موجوده تحت الكيس مانجمنت اللي السور بيعملها ان احنا نقدر نتراك الكيس، تمام. شوف كم كيس عندنا، مثلا كم واحده مفتوحه، كم واحده مقفوله، كم واحده ان بروجريس، كم واحده مثلا كريتيكال سيفيريتي، كم واحده لو سيفيريتي، ونبدا ايه؟ نمانج الدنيا عندنا. بعد كده تيجي مرحله الانفستيجيشنز، ودور الاناليست هنا عشان يقدر يحاول يعرف هو ايه اصلا اللي بيحصل عندنا في السيستم. طيب هو الاناليست ده بيخش كده على طول، تمام، بيشمر ويدخل كده من غير اي عوامل مساعده، تمام، من السور بتاعنا ده اللي هو المفروض بيأوتوميت الدنيا شويه او بيحاول يأوتوميت الدنيا شويه؟ طبعا لا. عندنا حاجه اسمها الدايناميك
ليه؟ اوبس. طيب، وهنا احنا بنحاول نعمل زي فلو ستيبس بنقول فيها لو لقيت الكونديشن الفلانيه او الايفنت الفلاني او الاليمنت الفلانيه اعمل كذا. فمثلا هيهت في اول في اول كونديشن دي مثلا اتحققت، مثلا روح هنا او روح هنا. طب لو راح هنا في كذا كونديشن تانية هيروح للكونديشن دي، وبيزد على الايفنتس اللي موجوده على النكست كونديشن هيبدا ياخد اكشنز. تمام. فكل ستيب بتعتمد على الستيب اللي قبلها. وهنا جت كلمه ايه؟ دايناميك. ان هي دايناميك بلاي بوكس معتمده على الكونديشن بتاعه البريفيوس ستيب. ومن خلال الدايناميك بوكس دي تقدر تساعد الاناليست، الاخ ده اللي قاعد، عشان يقدر يعرف المشكله جايه منين ويقدر يحدد اكشن بلان وريسبونس عشان يعمل ايه؟ يريميديت الاتاك. وده ن... آه... آه... وده من خلاله نقدر نعرف المفروض نعمل ايه على السيستم بتاعنا عشان نوقف الاتاك خالص ونرجع للنورمال اوبريشن. طيب، احنا دلوقتي ديتكتد ان احنا عندنا اتاك. تمام. وفتحنا بيها كيس وعملنا الانفستيجيشنز بتاعتنا وعرفنا فين المشكله وبدانا نحلها لحد ما وصلنا للريميديشن. طيب، هو ليه ما نخليش كل الكلام ده اوتوميتد؟ تمام. وده اللي هنتكلم عليه دلوقتي، وهو الاوتوميشن، الاوركستريشن. خلينا نبص على اللاين الجميل الحلو اللي بسنسد ده. اللاين ده ما بين النورمال بروسيس، تمام، والاوتوميتد بروسيس او الفولي اوتوميتد بروسيس. واحنا طبعا نفسنا كل حاجه تروح في الايه؟ في الاتجاه ده، ان هي كل حاجه تبقى اوتوميتد. بس المشكله هنا من وجهه نظر السكيورتي مش هقدر اوتوميت كل حاجه. انا هقدر اوتوميت بس الحاجات اللي انا شفتها قبل كده او عارفها. تمام. لكن الحاجات الجديده اللي مش بتحصل كتير او ما حصلتش قبل كده انا مش هقدر اعمل لها اوتوميشن. وده في السكيورتي اسمه بلاك سوان ايفنتس، لان بالطبيعي ان البجع لونه ابيض، لكن قليل قوي لما تلاقي بجع لونه اسود. فده اللي هي الحاجات الاب نورمال او اللي ما بتحصلش كتير، فبسمينها بلاك سوان ايفنتس او الفيرست اوف ا كاين ايفنتس. اعمل ان هي اول حاجه او اول مره تحصل، اسمها فيرست اوف ا كايند ايفنت. طيب، وده غالبا التعامل معاها بيبقى مانيا، لان انا هنا ما شفتهاش قبل كده. تمام. فمفيش طريقه اتعامل بيها اوتوماتيك غير اللي انا لازم اشمر وادخل بايدي. فاللي انا عايز اوصل له ان اعمل على قد ما اقدر ايه؟ اوتوميشن. اروح في الاتجاه ده على قد ما اقدر للحاجات اللي انا اعرفها. وايه وهقف هنا مثلا عند نقطه انا عارفها، فانا هبدا اشوف انا عارف قد ايه واقف عند النقطه الفلانيه دي. انا هقدر اوتوميت لحد كده. تمام. ودي نقطه الاوركستريشن. تقدر تفكر فيها على انها سيمي اوتوميتد. نقطه الاوركستريشن، فانا عندي اكسبرت اللي هو بيتحكم في القرار هنا. انا عندي الدنيا اوتوميتد بس ايه؟ مش فولي اوتوميتد. انا عندي اكسبرت بيبص على اللي بيحصل قدامه، بياخد ديسيجنز. والله انا هعمل الاكشن الفلاني، الاكشن الفلاني ده اوتوميتد، بس انا هدوس على زرار او هاخد اكشن معين عشان ايه؟ عشان يبقى اوتوميتد. وده يخلينا نعرف ان السول سيستمز الهدف بتاعها ان احنا نروح فين؟ في الاتجاه ده اكتر، في الاتجاه الاوتوميشن، ونقلل المانيوال ايه؟ ستيبس. طيب، اخر حاجه وهي النوتيفيكيشن. لو حصل اي بريتش عندي انا مسؤول عن النوتيفيكيشن او البريتش نوتيفيكيشن. دي بتبقى عليها 3 حاجات مهمة. اول حاجه وهي الداتا. بيكون عندي مثلا النيمز، الاي دي نمبرز، الكريدت كارد نمبرز، وهكذا. كل دي تعتبر ايه؟ انواع داتا ممكن يحصل لها بريتش. تاني حاجه مهمه الجيولوكيشن. طيب، الداتا بريتش دي حصل لها بريتش فين؟ في انهو بلد، في انهو قاره، في انهو مكان في الدنيا. تمام. تالت حاجه الداتا اللي حصل لها بريتش دي
بتندرج تحت انه ريجوليشن. مثلا عندك زي الجي دي بي ار. تمام. الجي دي بي ار دي داتا بروتكشن ريجوليشن في اوروبا، وبتعمل مخالفات كبيره جدا في حاله الداتا بريتش لو انت ما عملتش نوتيفيكيشن في الوقت المحدد او الوقت اللي هي قايله عليه. فانت لو الوقت ده عدى وانت ما عملتش بريتش نوتيفيكيشن للبريتش اللي حصل عندك في الاورجنايزيشن بتاعتك، الغرامات او البينالتيز بتبقى كبيره جدا، فبتوصل من 4% من الارباح بتاعت الشركه بتاعتك حوالين العالم كله. يعني انت بتاخد، شوف انت الشركه مثلا عندها كام فرع حوالين العالم، 10 فروع مثلا، 100 فرع، هات لي بقى 4% من الارباح اللي جايه من ال 100 فرع ده كله. او لو الرقم بتاع 4% ده مش بيساوي او اكبر 20 مليون، سعادتك هتقع ايه؟ 20 مليون. تمام، ايه يورو. يعني لو 4% دي مش بيجيبوا ال 20 مليون يورو دول، اقل منهم، لا انت هتقع على 20 مليون يورو. فدي يعني ايه؟ قطمة وسط من الاخر للشركه لو ما عملوش النوتيفيكيشن في الوقت المظبوط. تمام، از بير الريجوليشن اللي هم الريجوليشن اللي هم تحتيها. بس وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وخلصنا سلسلة حرص من الهاكرز من السايبر سيكيورتي ووب. اتكلمنا فيها عن مبادئ السايبر سيكيورتي وعن البريفنشن ميثودز في كل سايبر سيكيورتي دومينز، من اول الايدنتي اكسس مانجمنت، اند بوينت سيكيورتي، نتورك سيكيورتي، ابلكيشن سيكيورتي، حد داتا سيكيورتي. واتكلمنا في اخر حلقتين عن الديتكشن وريسبونس. استنوا الجمعة الجاية ان شاء الله في حلقة جديدة من سيكلول از سيرفيس. السلام عليكم.